خساره جديده، ويعني مش هقول لك كارثه جديده، لا كده كده الكارثات احنا اتعودنا عليها خلاص، كل يوم كارثه وكل يوم خساره اتعودنا عليها. بس اللي بيحصل ده حرفيا مش عايز اقول لك ايه، هي مش بطوله وديه. كاس عاصمه مصر اللي هي مش هقول لك البطوله الاهم، ولا البطوله اللي ملهاش لازمه، لا بس على الاقل ما فيها خالص انت بتلعب بقى بالناشئين علشان تطلع لعيبه جديده، علشان تقدر تستثمر فيهم مع الوقت. احنا الحمد لله ولا عرفنا نطلع لعيبه جديده ولا عرفنا نستثمر، ولعبنا بالفريق بتاعنا الاساسي اغلب الماتشات، وده كان مستوانا وده كانت طريقتنا. الزمالك بلا روح، بلا شكل، بلا جسد، بلا اي حاجه. مش هو الزمالك حرفيا، لو رحت جبت غزل المحله او جبت اي فريق وقبل الزمالك هيكسب. الزمالك على الحال ده على اخر الموسم ده مش هتلاقي اي بطوله. الموسم اللي فات طلعنا بكاس مصر بالعافيه على حساب بيراميدز، الموسم ده مش هنطلع باي بطوله على الحال ده وعلى الشكل ده. هيفضل مجلس اداره الكابتن حسين لبيب هو اكتر مجلس متخاذل جه في تاريخ النادي، اكتر مجلس خان النادي حرفيا. الناس دي ما بتشتغلش، الناس دي بتدور على كراسي، بتدور على مناصب، ولا صفقات جت ولا الكيد اتفك ولا المدير الفني الاجنبي جه ولا الكلام ده كله. في الاخر احنا كجمهور الزمالك اللي دمه محروق، وعلى اخر الموسم مش هيبقى فيه زمالك اساسا. الناس اللي عشمانه ان بقى ان ايه، احنا هنعمل، ان احنا هنسوي، ان احنا هنجيب صفقات، ان احنا هنفك، ان احنا هنجيب مدير فني، مفيش الكلام ده كله. ده وضع الزمالك زي ما انت شايف. الزمالك حرفيا راح حته وحشه عليه كابتن حسين لبيب واعوانه، اللي هو بقى هشام نصر واحمد سليمان وحسام المندوب وغيره 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 وغيره. هو ده الزمالك عليه كابتن حسين لبيب. اكتر رئيس نادي خذل جمهور نادي الزمالك هو كابتن حسين لبيب.